اليوم راح أعمل معاكم حلوى المارينج بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. قبل بداية الفيديو الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من فيديوهاتي، ولا تنسوا تتابعوني على باقي حساباتي على السوشيال ميديا. وجودكم بسعدني وبشرفني. تعالوا نشوف مع بعض كيف عملت هاي الحلوى السهلة والبسيطة. في البداية حطيت صحن، بدي أضيف بياض البيض. طبعا المكونات والمقادير كلها موجودة في صندوق الوصف. هلا راح أضيف له كل نص كوب بياض بيض، راح أضيف له كوب سكر. بس هاي هي المكونات سهلة وبسيطة جدا. طبعا ضروري نضيف نص معلقة صغيرة خل وملون طعام. هاي هي كل المكونات. ملون الطعام اللي استخدمته كان لونه أحمر. هلا راح أخفقهم بالمضرب الكهربائي لحتى يصير عندي خليط مثل خليط الكريمة بالضبط. هيك صار لون الخليط، كيف شايفين كيف زي الكريمة وعلى بياض. هلا راح أحطه في قمع نايلون عشان أشكله في قمع الكريمة. هلا هون بدي أشكله بهذا الشكل اللي انتو شايفينه بالفيديو. جدا سهل، ضروري تجربوها، زاكي ولذيذة وما بتاخد معكم وقت. وهيك بعد ما شكلتها هلا كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 100 فقط، وراح أحطها ساعة كاملة بالفرن، وما راح أطلعها إلا بعد ربع ساعة. بعد انتهاء مدة الخبز اللي هي ساعة بخلي الصينية جوا الفرن لربع ساعة وبعدين بطلعها. وهاي نتيجتها النهائية، وهيك قدمتها. طبعا عن جد كتير عجبتني الطريقة، وكتير سهلة ولذيذة وأسرع حلو ممكن تعملوه. جميلة جدا هالطريقة، والأطفال بكيفوا عليها والكبار، للجميع هاي الوصفة. حلو للتقديم إذا كان عندكم ضيف هيك سريع، بتقدروا تعملوها بنفس اللحظة. عن جد سهلة، لازم تجربوها. وألف صحة وهنا. وهاي النتيجة، شوفوا كيف داخل الوصفة روعة جدا. يعطيكم العافية.